في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ليه الاري السايز بتاعها بيكون فيكسد، ما بنقدرش نعدل عليه، ونعمل ايه لو عايزين نكبر حجم الاري. لو عندنا اري زي دي موجودة في الهيب وده بوينتر بيشاور عليها زي ما اتعلمنا مع بعض في الفيديوهات اللي قبل كده. الاري دي السايز بتاعها مثلا 5 وخزنا جواها ارقام 2 4 6 8 10. اللي بيعمله الكمبيوتر هنا انه بيحجز لك البلوك ده كده جوه الميموري، كافي لتخزين الخمس ارقام. البلوك ده ما ينفعش تكبر حجمه، ما ينفعش تعمل له ريسايز. ما تقدرش بسهولة كده تاخد مكان جنبه تخزن فيه رقم سادس ويبقى جزء من نفس الاري، ما ينفعش. وده منطقي جدا، لان ايه اللي يضمن ان المكان ده فاضي ومتاح ليك تضمه للاري؟ ممكن جدا يبقى مشغول متخزن فيه حاجة تانية، وطبيعة الاري ان لازم الداتا فيها تتخزن جنب بعض، فمش هتقدر بطريقة مباشرة تزود مكان جديد تخزن فيه رقم جديد. يعني السايز بتاع الاري بيكون فيكسد، ما ينفعش نعدل عليه. طيب افرض ان انا عايز ازود رقم للاري، يعني عايز ازود السايز بتاعة الاري من 5 ل 6، اعمل ايه؟ في 5 خطوات بسيطة جدا نعملهم، هنقدر من خلالهم نكبر حجم الاري. فتعالى مع بعض نشوفهم كده نعملهم ازاي. الخطوة الأولى إن إحنا هنعمل أري جديدة بالسايز الجديد اللي إحنا عايزينه بالشكل ده. الخطوة التانية إن إحنا هننقل كل الداتا من الأري القديمة للجديدة. طب نعمل ده إزاي؟ هنعمل فور لوب على الأري القديمة، وجوه اللوب ناخد كوبي من كل الأرقام اللي موجودة في الأري القديمة وننسخها جوه الأري الجديدة. فهنقول xi equal pi، فهتلاقي إن الأري الجديدة اتخزن جواها ال5 أرقام. الخطوة التالتة هنمسح خلاص الاري القديمة، ما بقناش محتاجينها، فلازم ننظف الهيب زي ما اتعلمنا قبل كده. فهنقول delete p. الخطوة الرابعة هنخلي البوينتر p يشاور على الاري الجديدة اللي لسه عاملينها، فهنقول p equal x، ولكن هناخد بالنا ان كده بقى عندنا 2 بوينترز بيشاور على نفس الاري الجديدة. لذلك هنروح لآخر خطوة، وهي الخطوة الخامسة، وهي اننا نمسح البوينتر x. هنقول x equal null. كده البوينتر بي بقى هو اللي بيشاور على الاري الجديدة اللي لسه عاملينها بالسايز الجديد. نقدر بقى نزود الرقم اللي احنا عايزينه عادي جدا، مفيش مشكلة. وبكده يبقى قدرنا نكبر حجم الاري بي. طيب نراجع سريعا ايه اللي عملناه. عملنا اري جديدة بالسايز الجديد اللي احنا عايزينه، اخدنا كوبي من كل الارقام جوه الاري الجديدة، بعد كده مسحنا خلاص الاري القديمة وخلينا البي يشاور على الاري الجديدة. واخر حاجة علشان ما يبقاش فيه 2 بوينترز بيشاوروا على نفس الاري، مسحنا تماما البوينتر الجديد اللي عملناه اللي هو الاكس. احنا خلاص مش هنبقى محتاجينه، احنا عملناه بس علشان يساعدنا ننقل للاري الجديدة. يعني لو خدت بالك الفكرة كلها انك لما تحب تزود حجم الاري، اللي تقدر تعمله انك بتنقل الداتا لمكان تاني اكبر جوه الميموري. الموضوع عامل زي ما يكون انت ساكن في شقة فتحس انها صغيرة عليك، محتاج تكبر المساحة شوية، فاكيد مش هتقدر تكسر حيطة وتفتح شقتك على الشقة اللي جنبك بتاع جارك. اللي بتقدر تعمله انك بتروح تنقل لشقة تانية اكبر، وتنقل كل حاجتك للشقة الجديدة، والشقة القديمة خلاص بتباعها بقى لحد تاني يكون مناسب ليه المساحة دي. تعالوا مع بعض نعمل الكلام ده عملي علشان نفهم فكرة ان احنا نكبر حجم الاري بتاعتنا. طيب انا هنا كده عندي اري، البوينتر بتاعها اسمه البي. السايز بتاعها طبعا 5 ومخزن جواها ال5 أرقام دول 2 4 6 8 10. بعد كده عامل بس هنا كده فور لوب عشان أطبع كل الأرقام اللي موجودة جوه الأري. تعالى كده نجرب نعمل كومبايل للفايل ده علشان نتأكد إن الأرقام متخزنة جوه الأري. بعد كده نشوف إزاي نكبر حجم الأري. هقول هنا جي بلس بلس، بعد كده اسم الفايل بتاعي أنا مسميه test.cpp. بعد كده نحدد الأوتبوت بتاعنا، الفايل هيكون مثلا اسمه test. كده انا عملت كومبايل، اشغل بقى الفايل بتاعنا، هقول دوت سلاش تيست واضغط على انتر. هتلاقي بالفعل الكود اشتغل وطبع لي الارقام 2 4 6 8 10. طيب انا دلوقتي بقى عايز ابدا اكبر حجم الاري دي من 5 اخليها 6. اعمل ايه؟ احنا زي ما قلنا بقى في عندنا 5 خطوات، فممكن نقول الخطوه رقم 1 ان احنا محتاجين نكرييت نيو اري بالشكل ده. فهقول ايه؟ هقول انت اكس مثلا، بوينتر اكس نيو انت، واكتب بقى هنا السايز الجديد اللي هو مثلا 6. كده انا عملت اري جديده بالسايز الجديد اللي انا عايزه اللي هو 6. الخطوه الثانيه ايه؟ الخطوه الثانيه اللي عندنا ان احنا بنبتدي ناخد كوبي من كل العناصر اللي موجوده في بي انقلها ل اكس. يبقى copy elements from p to
x مثلا يعني. طيب هنعمل ده ازاي؟ ممكن بقى ناخد كده كوبي هنا من الفور لوب دي، ولكن احنا هنا مش هنطبع. احنا هنا هنقول ان الاكس عند الاندكس i equal p عند الاندكس i بالشكل ده. كده انا هنا اخدت كوبي من كل الحاجات اللي موجوده في p حطيتها جوه الاري x. فكده لو حبيت مثلا اطبع كل العناصر الموجوده في x، فاقول x طبعا هنا السايز بتاعها 6، واقول هنا مثلا ايه اطبع لي كل العناصر اللي موجوده جوه x بالشكل ده. طبعا زي ما عرفنا في فيديوهات قبل كده، ممكن بكتب رقم الاندكس الاول، بعد كده ما بين السكوير براكتس بحط اسم الاري بتاعتي او اسم البوينتر، او العكس يعني اقدر اقول كده اكس وجوه السكوير براكت اكتب الاي هي اوكي. الحاجات دي احنا اتعلمناها مع بعض في فيديوهات قبل كده. طيب تعالى بقى نعمل كومبايل تاني ونشوف ايه اللي موجود جوه الاكس بالشكل ده كده، واجي اشغل تاني هتلاقي بالفعل الاكس اهو طبع لي كل الارقام اللي موجودين جواها، نفس الارقام اللي كانت موجوده في بي، والرقم السادس اهوت واخد ديفولت فاليو بزيرو عشان احنا لسه ما حطيناش جواه اي حاجه. طب هل احنا كده خلصنا؟ لا طبعا، لازم الخطوه الثالثه مهمه جدا، ان احنا ما بقناش محتاجين خلاص الاري اللي هي بتاعه البي الموجوده في الهيب، فلازم نقول ريموف او ديليت البي اري فروم الهيب. دي خطوه مهمه جدا، فهنقول ديليت البي بالشكل ده. كده احنا ايه مسحنا خلاص الاري اللي موجوده في الهيب، الاري القديمه اللي كان السايز بتاعها ب5. طيب نروح بعد كده للخطوه رقم 4. ايه هي خطوه رقم 4؟ ان احنا عايزين نخلي البوينتر بي ده بدل ما بيشاور على الاري دي، احنا الاري دي خلاص اوريدي مسحناها من الهيب، عايزين بقى البي ده يشاور على الاري الجديده اللي احنا عملناها اللي هي الاكس. فهنعمل ايه؟ هنقول ان البي ايكوال اكس بالشكل ده. فاضل لنا آخر خطوة، وهي إننا نمسح خلاص الpointer x، ما بقيناش محتاجينه خلاص، فهنقول هنا x equal null. وبكده يبقى خلصنا كل ال5 خطوات، عملنا array جديدة، بعد كده خدنا copy من كل العناصر اللي موجودة في الarray القديمة حطيناها جوه الarray الجديدة اللي عملناها بالsize الجديد. بعد كده خلاص مسحنا الاري القديمه ديّة من الهيب ميموري عشان ننضف الهيب. بعد كده خلّينا هنا إن الpointer P يشاور على الاري الجديدة اللي إحنا عملناها بالsize الجديد، وخلاص بقى تخلّصنا من الpointer X ده، إحنا كنا عاملينه بس كعامل مساعد يساعدنا إن إحنا ننتقل من الاري القديمة للاري الجديدة. وهنا خلاص بنطبع العناصر بتاعتنا زي ما أنت شايف كده، وبيطبع لي كل العناصر الموجودة جوه الاري الجديدة بالsize الجديد. ولكن هنا بقى طبعًا أمّا نيجي نطبع إحنا مش هنقول X بقى، إحنا هنقدر نقول P. ولو عملنا سيف وجينا هنا عملنا compile تاني ونيجي نشغل الابلكيشن بتاعنا، هتلاقيه بالفعل P اهوّة. احنا هنا يعني بنطبع كل الelements اللي موجودة في P الarray الجديدة بعد ما كبرنا حجمها، هتلاقي بالفعل بقت 2 4 6 8 10 و0 اللي هي آخر عنصر. طبعًا عشان احنا مش مخزنين جواه حاجة، كان ممكن عادي جدًا هنا نقول مثلًا دلوقتي الP عند الindex 5 equal نقول مثلًا 12 بالشكل ده كده. هنيجي نعمل سيف ونيجي نعمل compile تاني ونشغل الابلكيشن بتاعنا، هتلاقي بالفعل الارقام بقت 2 4 6 8 10 12 زي ما انت شايف كده. وكده يبقى عرفنا مع بعض ازاي نكبر حجم الاري بتاعتنا.